السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. النهارده بقى دخلنا في الفيديو على طول من غير أي مقدمات. أولا كل عام وحضراتكم بألف خير، يا رب يعود علينا الأيام بخير وصحة وسلامة كده يا رب، ويرفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين، ويجعل أيامكم كلها طيبة وأيام المسلمين جميعا يا رب. النهارده بقى عندنا اول تنظيفات رمضان، كل عام وحضراتكم بخير. وعايزين بقى نشوف هنبدا ازاي ونروح فين ونيجي منين. كتير بيسالوني بيقولي طب احنا نبدا منين، انا مش عارف ابدا منين واروح فين واجي منين. فانا هبدا معاكم واحده واحده كده ان شاء الله، ربنا ييسر. ومعاها بنجهز لرمضان ومعاها بننظف التنظيفات اللي هي الموسميه بتاعتنا. تمام. اول نصيحه انصحها لك وانت بتنظفي تنظيفات رمضان او اي تنظيفات عامه موسميه، ان انت تبداي بالدواخل. يعني ايه الدواخل يا سوس؟ يعني الحاجات الداخليه اللي عندك ادراج، عندك دواليب، عندك تحت السراير، الحاجات دي اللي هي مستخبيه اللي محدش بيشوفها غيرك. فاهماني؟ فهي دي يعتبر الاساسيات اللي هتبقى عامله لود عليكي او حسساك ان انت مكسله ومش عايزه تبداي بيها. تمام. فكل يوم هنمسك جزء، مش هنقولك يعني كله مره واحده ولا كله في اسبوع واحد، لا، حتى لو ما خلصتش على رمضان ايه المشكله؟ هنكمل باذن الله واحده واحده وعلى قد صحتنا وعلى قد مجهودنا. ماشي. وطبعا عارفين ان في اليومين امتحانات ومذاكره ومدارس، فواحده واحده وهنعمل اللي احنا عايزينه كله ان شاء الله. انا النهارده بدات بايه؟ بدات بالمطبخ، بالدواخل بتاعه المطبخ، بالادراج بتاعه المطبخ. كده كده كنت جايبه حاجات مشتريات، الحاجات اليوميه اللي احنا بنجيبها، سكر مكرونه ورز والحاجات دي. فقلت هظبطها في العلب بتاعتها، وفي نفس الوقت يعني هظبط الظرف بالمره وانضفها بالمره تنظيفه حلوه. تمام. فخليت زي ما انتم شايفين كده، عبيت الحاجات دي كلها في مكانها، وفضيت الدولف بتاعتي كلها ولمعتها تلميعه كويسه جدا، وبدات اعملها كلها. انا يعتبر كملت المطبخ لاخره، بس انا ما جبتش معاكم غير الاساسيات، لان احنا دلوقتي بنقول على الحاجات اللي هنبدا بيها. فانت عندك الداخليات دي اهم حاجه، او الدواخل دي اهم حاجه عندك. تمام. تمام. فلو عندك بقى حاجات، كوبايات بقى مركونه من فتره عايزه تتغسل، تمام، مفيش مشكله. عندك الحاجات اللي بتحط فيها دي عايزه كلها تتغسل، اغسليها. التوابل عندك لو فاضيه اغسليها. الظرف من جوه كويس جدا جدا جدا. من بره احنا كده كده بنعمله على طول، لكن من جوه ما بنعملوش كتير. فدي يعتبر الاساسيات اللي انت هتمشي عليها. عندك هتعملي مخللات تجهزيها لرمضان، هتعملي مربات تجهزيها، تعملي حاجات عصاير تجهزيها. كل الحاجات دي بتنفع جدا جدا جدا، واللي بيتعمل النهارده احسن من اللي بيتعمل بكره. صدقيني لو انت عندك شويه وقت ولو قد كده وفاضيه ان انت تعملي فيهم حاجه، حتى لو جبتي لك كيلو طماطم وخليتيه صلصه، هينفعك هينفعك هينفعك. تمام. كل الناس اللي جربت تفرز معايا بيدعوا لي دلوقتي ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يا رب يجعله بالبركه باذن الله. كلهم بيقولوا لي يعني احنا سمعنا كلامك ايام الطماطم واستفدنا جدا وفرزناه وهي لسه رخيصه، وكذلك البرتقال وكذلك البسله والحاجات دي كلها بصراحه كانت عملت في وقتها الحمد لله رب العالمين. فيا رب دايما يجعلنا نفع لبعض باذن الله وعون لبعض باذن الله في الخير باذن الله. عندي بقى هنا الضلفه بتاعت السكر والشاي والقهوه والحاجات دي كلها برضو كانت عايزه تتظبط، فظبطتها، واللي فيها الخلاط من فوق كل الحاجات دي نزلتها ولمعتها وحطيتها مكانها تاني، واللي كان عايز يتملي مليته واللي كان عايز يتلمع لمعته، وظبطت الظرف دي كلها. برضو الضرفه اللي فيها الزيت والسكر من تحت شويه، لو فاكرين معايا، برضو ظبطتها كلها. والعلبه اللي فيها الفانيليا والبيكنج باودر والحاجات دي الخميره بقت ب 3 جنيه يا جماعه. الاسعار مش قادره اوصف لكم، انا كل ما بروح اجيب حاجه بلاقيها زادت. فربنا يرحمنا يا رب ويرفع عنا الغلاء. بس بملى العلب بتاعتي كلها وبظبط دنيتي عشان كمان اشوف الفرز بتاع رمضان انا عايزه ايه. انا عايزه دلوقتي توابل كتير جدا، يا رب يا رب بس كده يقدرني ان شاء الله وانزل معاكم. وانا بجيب العطاره بتاعتي او التوابل بتاعتي من حته في العتبه. واحد اسمه فرج العطار، حاجته ممتازه ممتازه ممتازه. لو قدرت هروح اصور لكم باذن الله، هجيب حاجتي واصور لكم هناك ان شاء الله. لو عايزين بقى ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات عشان ده بيحفزني وبيخليني اروح، لكن طول ما حدش بيقول لي حاجه فبكسل. فانتوا لو عايزين تشوفوا المكان وتعرفوا انا بجيب حاجتي منين، فاكتبوا لي في التعليقات تحت عايزين حاجه العطار. تمام. بس هروح بقى ان شاء الله. يعني عندي ناقصني حاجات كتير جدا، اخر شويه كزبره عملتهم النهارده فضيتهم، ولكن ناقصني كمون وفلفل اسود، وعندي شطه الحمد لله بس ما بستعملهاش كتير الحقيقه.
فعايزه اجيب 7 بهارات، وعايزه اجيب فلفل اسود، وعايزه اجيب كمون، وعايزه اجيب كزبره، فيعني حاجات كتيره، فربنا ييسر ان شاء الله. لو قلتولي هروح باذن الله، ما قلتوليش خلاص مش رايحه حته. انا كده كده كسلانه من غير حاجه. بس رف التوابل زي ما احنا متعودين ده على الاقل كل اسبوعين كده، كل 3 اسابيع بالكتير بننزله كله بنغسله وبنلمعه، او لو انت شايفه ان هو عايز محتاج غسيل، بس انا عشان ايدي فيه على طول فبلمعه بالميه والخل اللي عندي، ويبقى نضف مكانه والحيطه حواليه كلها. واهم حته بقى بننساها كتير جدا، الحته اللي هي بتاعه المطبخ من تحت، يعني انا شايفين التوابل محطوطه زي فوقها بقى بالظبط كده، الضرفه بتاعه التوابل، مكان ما بتعملي عصير، مكان ما بتعملي كيكه، مكان ما بتعملي وبترطش بقى، وانت الحاجات دي ما بتشوفيهاش، يعني انت بتشوفي قصادك وتحت منك لكن ما بتشوفيش اللي فوق. فلو ضربتي عينك كده في سقف الارضيه بتاعه المطبخ من تحت كده هتلاقي حاجات فظيعه مش هتعجبك. فنعملها اول باول برضو، فانا عملتها بالمره. والرخامه بتاعتي برضو لمعتها كويس جدا جدا جدا. والدوره في المطبخ لسه هكمل بقى ان شاء الله، فاضل الناحيه دي بقى بالشفاط بالبوتاجاز، ده هنخليه في يوم لوحده، لان انتوا متعودين معايا بعمل نص والنص تاني يوم، يعني بقسم المطبخ على يومين. فالمره الجايه ان شاء الله باذن الله هنتابعوا معايا مع بعض كده، هنكمل التنظيفات كلها بس واحده واحده وعلى قد صحتنا، نعمل اللي ربنا يقدرنا عليه، ومحدش بيجري ورانا، يعني انتوا فاهمين. بس فانا كده يعتبر عملت الجنب اللي ناحيتي عشان يعتبر اسهل، وبعد كده هبدا بقى بالشفاط ان شاء الله، وبالبوتاجاز كله بقى من اوله لاخره، وبالقطعه بتاعه المطبخ اللي هي المطبخيه وتحت الحوض والحاجات دي، كل ده هيتعمل باذن الله واحده واحده. فانا يعتبر خلصت الجنب ده كله ولمعت التلاجة وعملت الارضيات والمطبخ من بره، لكن من جوه الناحيه دي لسه، وحتى الباسكت شلتها وغسلتها. تمام. هنا بقى ببص تحت لقيت ان انا جايبه صابون السائل بتاع المواعين، انتوا عارفين ان انا بجيبه بالشهر وبجيبه السايب، ما بجيبش الجراكن لانها غليت قوي. هنا كنت غاليه بنجر عشان كنت هعمل عصير فراوله، فبحب احط حتايه كده والباقي احطه في الفريزر. تمام. هعبي بقى الصابون بتاعي في الجيركن الكبير، وهامله كمان الازازه اللي هي بتاعه الحوض اللي انا بحطها على الحوض على طول. وكده يبقى انا كده تمام خلصت مهمتي. بس فاضل بقى ايه الخضار، انا عندي اكل من امبارح الحمد لله مش هعمل اكل، فهكمل بقى ايه، هشوف في حاجات عندي، طالما تلاقي عندك وقت فاضي وما عندكيش حاجه تعمليها مهمه، فتستغلي الوقت ده ان انت تعملي اي حاجه هتنفعك بعدين. فانا رحت جبت، كان عندي طماطم مش موجوده، الطماطم الحقيقه بقت ب8 وفي بيبيعوها ب10 كمان، الليمون ده ب10، الفلفل ده ب16، واتبسطت جدا ان انا لقيته لان انا بحبه جدا، وخيار بقى وجزر عشان السندوتشات بتاعت الصبح بتاعت المدرسه. وجبت الخضره كالمعتاد، جبت بصل وجرجير وفجل تقريبا. بس فانا عندي كنت غسلت بقى الحاجات دي كلها عشان ما اطولش الفيديو عليكم، وغسلت الخضار بتاعي كله، وحطيت البصل بتاعي في كيس زي ما انتم شايفينه كده، بحطه مع فوق الجرجير والفجر، ما بيجرالوش اي حاجه، في العلبه بتاعتي بيقعد عندي بالاسبوعين ما بيجرالهمش اي حاجه. الليمون هنا هسلقه عشان هخلله، لان الليمون اللي انا كنت مخللاه معاكم قبل كده وسلقاه خلص، انا بعمل بطرمانين صغيرين عشان ما يبوظوش، فخلصوا، فجبت 1.5 كيلو كده اعملهم في بطرمانين تاني زيهم. هنشف الخضار بتاعي كويس جدا واحطه في التلاجة. الخضار بتاعك عشان يتحفظ ويقعد مدة طويلة في التلاجة، وبالذات الحاجة غالية دلوقتي لازم نحافظ عليها، بتنشفيه زي ما انت شايفة كده، اول ما بتيجي تدخليه يومين والتالت تروحي مطلع الدرج بتاعه او المنظم اللي انت حطاه فيه، وتشيليه منه وتنضفي المنظف وتنشفيه كويس جدا، وتنشفي خضارك تاني وتحطيه كده، بتحافظي عليه، ممكن يقعد معاكي بالشهر ما يجرالوش اي حاجة خلاص. بس الحركة دي تعملها كل يومين 3 لو عندك الخضار كتير. خلصت الخضار بتاعي، والليمون عندي كان بدأ يغلي، انا هزود له الغليه شويه عشان يستوي بسرعه، لان انا ما عنديش ليمون خالص، فهزوده، هخليه يعني حوالي ربع ساعه كده على النار، بعد ما يغلي هخليه حوالي ربع ساعه. اكون انا عملت الهريسه بتاعت الشطه. هريسه الشطه او الفلفل بتتعمل ازاي؟ انا الحقيقه المره دي عاملها بفلفل بارد، عشان انا كان عندي فلفل حامي وبستعملوش كتير الحقيقه، ما بيحبوش قوي، انا بس اللي بحبه. بس فجبت الاغلبيه بارد، ده كان كيلو الا ربع ب12 جنيه. وجبت ليمون شلتهم من 1.5 كيلو، والثوم هما ده اللي انا، وملح وخل، دول اللي انا بحتاجه في الهريسه بتاعتي. انا بعملها على البارد ما بعملهاش على السخن، وبتفضل معايا فتره طويله جدا في باب التلاجة. طبعا كتير جدا بيسالوني طب انت بتعملي بيها ايه؟ احنا بنحب عايزين نعملها بس ما بنعرفش نعمل بيها، استخداماتها كتير، ده انتوا جيتوا له في منطقتي بقى.
انا هرست الفلفل بس الاول في الكبه بتاعتي في الخلاط، وهزوده ملح والليمون والخل وعملت معاها التوم. بحتاجها في ايه؟ بحتاجها ممكن تحطيها على الفول تبقى حلوه جدا جدا، جربي مش هتندمي. ممكن تحطيها على الكشري، على المسقعه، وبعد ما تخلصيها خالص على الباميه بتبقى حلوه جدا. حاجات كتير جدا على عدس، بص بتبقى حاجه بترفع بتنقلها في حته تانية خالص. تمام. وفي حاجات بقى انت وذوقك، يعني في حاجات كتير جدا، ودقه البتنجان، بصي في حاجات كتير جدا. اليومين الجايين دول عندي فكره حلوه جدا برضو، عندي التوم بتاعي اللي كان من السنه اللي فاتت فضل عندي شويه حلوين، فهظبطهم مع بعض وهنعمل بقى مش بيهم شويه برطمانات كده انقاذ، هينقذيكي في رمضان لحاجات كتير جدا هتنفعك. استني الفيديو هيعجبك ان شاء الله. بس كده خلصت الدقه بتاع الهريسه بتاعتي، وحطيتها، انا بسميها دقه يا جماعه، وحطيتها في البطرمان بتاعي. هنا الليمون كان سخن، انا بردته الحقيقه بشويه ميه باردين، غسلته كذا مره وبردته، بس هو ما كانش بارد قوي، بس مش هيقول لا. المهم عبيته في البطرمانات بتاعتي. جبت البطرمانين زي ما انتم شايفين كده، هعبي الليمون فيهم، هحط عليه معلقه هريسه من اللي انا عاملاها دلوقتي، لو انت عايزاها حاميه حط من الحاميه. هحط عليه معلقتين ونص من الملح لكل بطرمان، عشان حسب البطرمان عندك مساحته قد ايه، بس الليمون بيحب الملح عشان ما يبصش بسرعه. تمام، ويبقى حدقه حلو كده ومظبوط. خلاص. المخللات عامه بحب ازود لها الملح عشان حتى لو قعدت عندي ما تبصش. بعد كده ممكن ازودها ميه براحتي، يبقى مفيش مشكله. تمام. بس زي ما انتم شايفين كده، هكمل بقى ميه، يستحسن ان هي تكون ميه مغليه ومتسابها تبرد، بس انا بحطيت ميه من الحنفيه عادي، ما حصلش اي حاجه، طالما ما فتحتهوش ما بيجرالوش حاجه. فتحتيه يبقى تحطيه في التلاجة على طول، عشان كده بنعمل في بطرمانات صغيره. ده قشر الليمون اللي انا كنت عصرته على الهريسه، حطيته على وش البطرمان عشان ما يبصش. بس كده بس كده، ده كان يوم النهارده، وده كان شكل بطرمانات القمر. وهوريكم الليمون برضو اللي انا كنت عاملاه قبل كده، وفاضل منه ليمونتين كده 3 كانوا مستويين وحلوين وزي العسل. بس الحاجات دي بتنفع جدا في رمضان، وعلى سفرة رمضان مفيش غنى عنها ابدا ابدا ابدا، فالحقي اعمليها دلوقتي في الوقت الفاضي. تمام. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده، خفيف ولطيف وظريف كده على قلوبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.